أسعد الله أوقاتكم بكل خير وود وسلام أخوتي وأخواتي الأفاضل. في يوم كئيب 1/6/1992 تمر علينا ذكرى وفاة نجمة ساطعة من أبرز نجوم الثقافة الكردية، الأميرة العظيمة روشن بدرخان. بهذه المناسبة الأليمة نشرت مادة بعنوان روشن بدرخان نجمة مضيئة في سماء كردستان، وذلك في مجلة الحياة جيم المشكورة، وفي عددها 52 نيسان 2001. روشن بدرخان هي واحدة من الأقطاب الثقافية الكردية من العائلة البدرخانية، ولدت في 11 تموز 1909 في مدينة قيصري، حيث نفي والدها صالح باشا إلى هناك. ولدى انتقالها إلى دمشق درست في دار المعلمين 1924، ثم سافرت إلى الأردن وبقيت هناك حتى عام 1927، ثم عادت إلى دمشق وعملت في التعليم. تزوجت من عمر مالك حمدي وخلفت منه ابنة أسماء خان 1931. تطلقت منه، ومن ثم اقترنت من الأمير جلال بدرخان عام 1935، وأنجبت منه فتاة سينان خان 1938 وفتى 1939. وبعد مضي 17 عام من حياتها الزوجية مع الأمير جلال بدرخان أصبحت أرملة، لكنها قاومت المصاعب بصلابة وصممت على متابعة طريق زوجها، فلم تبخل يوما بما لديها لتقدمه إلى أمتها، وعملت من أجل خدمة أبناء جدتها في الشام، وتميزت بالثقافة العالية ونضال دؤوب وهي في ديار الغربة، وعكست مشاعرها في أدبياتها كما توصفها الدكتورة شكورية رسول في تقديمها لديوان الشاعر الكردي المغترب محمد زهدي محمد، قائلة: تميزت بشاعرتها وأدبها ونضالها، إضافة إلى كونها مربية فاضلة. كانت مثال المرأة المثقفة التي تعاون زوجها وأهلها وتدافع عن حقوقها المربية الفاضلة في مهنتها كمعلمة وكأرملة، إضافة لنشاطها التحرري. ناضلت روشن بدرخان من أجل حقوق المرأة، وذهبت إلى القاهرة كممثلة لنساء السوريات في مؤتمر النساء في القاهرة، وأصرت أن تعتلي منصة الخطاب بلباسها الأميري الكردي، كما وهي الوحيدة التي ذهبت لتمثل شعبها الكردي إلى لبنان لتساهم في مؤتمر مكافحة الاستعمار 1957. وبدعوة من الخالد مصطفى البرزاني توجهت إلى كردستان العراق، وأسست في مدينة حاج عمران الاتحاد النسائي الكردي عام 1971. كانت روشن بدرخان تتقن عدة لغات: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، التركية، بالإضافة إلى لغتها الأم. وكان معظم نتاجها الثقافي في مجال الترجمة إلى العربية كما يلي: مذكرات معلمة أو عصفورة السياج تأليف رشاد بيك نوري باللغة التركية، ترجمتها للعربية عام 1990. غرامي وآلامي لمكرم كامل طبع عام 1953. رسالة إلى مصطفى كمال باشا الأمير جلال بدرخان طبع في عام 1990. رسالة الشعب الكردي للشاعر غوران طبع في عام 1954. صفحات من الأدب الكردي طبع عام 1954 أيضا. مذكرات امرأة طبع عام 1951. مذكرات صالح بدرخان
طبع عام 1991. الرد على الكوسموبوليتية تأليف محمد حسن شنوي ترجمة، وكانت تقوم بأعمال ترجمة وتأليف وإعداد لم تكتمل للأسف، مثل جلالة بدر خان كما عرفته تأليف، العوامل الحقيقية لسقوط الدرن ترجمة، مذكرات روشن بدر خان الأمير بدر خان بمؤلفه لطفي كما مترجمة. في اليوم 1/6/1992 وافت المنية أم الكرد وأميرتهم وشيعها السكان مدينة بانياس السورية في حشد كبير متأثرين بشخصيتها الفذة إلى جوار جدها بدر خان باشا في مقبرة الشيخ خالد النقشبندي بحي الكرد في مدينة دمشق. ففي قصيدة للدكتور زاهد محمد زهدي وصف شامل لشخصية روشن بدر خان بذكرى وفاتها، إذ يبدأ القصيدة قائلا: يا كوكبا كان سناه يملأ سناه الأفق، مبهورة بضوئه مشدودة له عين الأهل والرفاق. تحية عطرة إلى روح أميرتنا روشن بدر خان، ستبقين خالدة في ضمير أبناء شعبك ما بقي هذا الشعب